تشهد منطقة الجوف الغنية طبعا بخيرات الطبيعة إنتاجا وفيرا من الخضروات والفاكهة، حيث تنتج ما إجمالي حوالي 24 ألف طن من البطيخ عبر العديد من المشاريع الزراعية، حيث تتصدر فاكهة البطيخ المشتريات خلال فصل الصيف نظرا لعذوبة الطعام وتقديمها أيضا مبردة، ويشتهر استخدامها في الوائم العائلية والاجتماعات المتنوعة. كما أيضا يكثر الطلب عليها كواحدة من العصيرات المنعشة في الصيف. وللمزيد من التفاصيل ينضم معي من القريات مراسل الإخبارية نايف الفندي. نايف، مساء الخير وسعيد بوجودك معي في حلقة اليوم، يعطيك ألف عافية. نايف، عرفنا على المكان اللي أنت موجود فيه وأيضا تفاصيل هذا الخبر. أهلا فيصل، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم جميعا. البطيخ أو ما يسمى بالحبحب أو الجح، والذي يعد واحدا من المحاصيل الزراعية في المملكة، ويزرع في مختلف طبعا مناطق المملكة كالرياض وحائل والقصيم والجوف وجيزان أيضا، ويعني وهو يتعدى بصافي إنتاجه طبعا نسب الاكتفاء الذاتي في المملكة، ويصل صافي إنتاجه في المملكة العربية السعودية إلى أكثر من 600 ألف طن. حقيقة البطيخ يعتبر من الأطعمة الأساسية في فصل الصيف للسعوديين، ويعرف بفوائده العدة بالجوف، ويصل إلى طبعا الإنتاج إلى 24 ألف طن ويتعدى ذلك. للحديث أكثر ينضم إلي ضيفي وهو الدكتور مرزوق الخنجر، مختص في الزراعة. نقول لك يا مرحبا ويا هلا. بداية ما شاء الله يعني هذا التميز في الجوف، وهي أصبحت على المستوى الرابع في المملكة طبعا في إنتاج البطيخ. حدثنا ما هي العوامل التي ساعدت يعني منطقة الجوف في الوصول لهذه المكانة؟ أولا بداية اسمح لي أن أتقدم بالشكر لهذه القناة العزيزة على القلب الإخبارية، من بداية من المخرج مرورا بك ومساعدي حتى مصورنا الأخ إبراهيم. والله العوامل اللي ساعد كثيرة، أولها أنا أتكلم عن منطقة الجوف، أولها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف، هذا داعم لجميع الأنشطة وليس للزراعية فقط. ثانيا الجوف أنت تعرف أن تتميز والحمد لله بخصوبة الأرض، وفرة المياه وحلاوتها، اعتدال الجو، بالإضافة إلى خبرة المزارعين في هذا المجال. جميل. طيب لو نتحدث عن الأوقات والأماكن الملائمة لزراعة البطيخ، يعني لو نتعرف عليها. الأوقات طبعا بالنسبة للبطيخ يزرع على موسمين، في سبتمبر وفبراير حتى نهاية يناير، ويستمر قطفه إلى حوالي 6 شهور. السؤال يعني مدة الإنتاج إلى 6 أشهر. 6 أشهر، نعم نعم نعم. جميل. طيب تحدث عن أنواع البطيخ. والله أنواع البطيخ كثيرة، لكن أنا أفضلها البطيخ الملكي، هذا يتميز باستدارة الشكل، خضار الجلدة مائلة إلى السواد، يتميز بالإحمرار من الداخل وحلاوة المذاق. جميل. بما أن البطيخ طبعا محبب في فصل الصيف، لو نتكلم عن الفوائد يعني حسب ما تقول الدراسات. والله فوائد البطيخ كثيرة، أنت تعرف أن البطيخ مصدر كبير للفيتامينات. هو أولا يقي من بعض أمراض أنواع سرطانات البروستات، يقوي القلب، يحافظ على مستويات ضغوط الدم في الحيوط الطبيعية، يحمي من بعض أمراض القلب، يقي من الإمساك، مقوي للمناعة، يحمي الدماغ، يحمي الكلى، فوائد كثيرة الحمد لله. جميل. طيب كمزارع كيف يعني أنتج بطيخ عالي الجودة؟ والله أي منتج زراعي أو شيء لازم يعني تشوف خصائصه. يمكن أول شيء تبدأ بالصنف، البذور تحتاج اللي تكون نسبتها عالية، مقاومة للأمراض. ثانيا تتجه الأرض، خصوبتها لابد من تحليل، تشوف العناصر الناقصة فيها تزيدها. يمكن بعد الإنتاج برضه لازم تحافظ على نقله، على طريقة حفظه، لأن كل هذه أمور تساعد في الجودة.
جميل. دكتور، يعني نشاهد بعض الباعة يبيعون البطيخ أو الحبحب في الطرقات، والبعض يعني من بعض هذه البضائع تعرض للشمس. يعني لو تحدثنا عن البطيخ، في لو يعني أخذت بطيخة تعرضت للشمس، هل يعني هذه مشكلة ولا يضر بالبطيخة وبجودة البطيخة؟ طبعا حرارة الشمس تراها مزعجة ومفسدة للبطيخ وجميع المنتجات، ووزارة الزراعة وزارة البيئة والمياه والزراعة يعني نشرتها كثيرة حذرت من هذا الموضوع، وبالذات البطيخ. فبالنهار يتعرض إلى حرارة قوية جدا، ثم تهبط بالليل، وفي اليوم الثاني تزداد، فهذه تساعد في الإفساد للأسف يعني. جميل. طيب أخيرا دكتور، يعني كيف ترى المردود المالي للشباب المقبلين على بيع البطيخ أو الحبحب، وكيف يساعد ذلك في الحفظ الأمن الغذائي في المملكة؟ والله أولا هو موسمي، يعني لو نتكلم عن الشباب أنا فيه توسع كثير، لكن أختص حديث أنا أتمنى من الوزارة أو الجهات المعنية سعودة الخضار بشكل عام، يعني هي غير مطبقة، موجود غير مطبقة، فلذلك هم بالموسم يبيعها البطيخ والمنتج وبعدها يوقف. فلو كان له محل ثابت على مدار العام. ويمكن أنا جلست مع مجموعة من الشباب كان مشكلتهم أن الأعمال الأجنبية مسيطرة، البائعين أجانب ما يبيعون عليهم الباقي من البيع ولازم كاش. هذه كلها أمور يعني يجب أنها تدرس. لكن أنت عارف البطيخ هو من المنتجات الرائدة والواعدة في الأمن الغذائي، فالأمن الغذائي مهم بالنسبة على المملكة ليس على البطيخ بشكل عام. والحمد لله ترى البطيخ يزرع في جميع مناطق المملكة، وهذه ميزة. يعني مكة المكرمة إنتاجها فوق ال 440 ألف وهي تغرد لوحدها، بعدها الرياض يجي حوالي 60 ألف، فالشرقية حوالي 39 ألف طبعا طن، بعدها الجوف والحمد لله، ونتمنى أنها ترتفع عنها المقام دعم سمو الأمير حوالي أكثر من 25 ألف، ثم تجيك الباحة 12 ألف، عندك المدينة المنورة حوالي 10,000، القصيم حوالي 7,000، تبوك حوالي 5,000، حايل أكثر من 3,000، ثم عسير وجزان. فجميع مناطق المملكة موجود فيها البطيخ والحمد لله بنسب عالية. ممكن نختتم معك دكتور بسؤال أخير، كيف هي أسعار البطيخ بشكل عام في القريات لو تحدثنا عن أسعار بالكيلو أو بالحبة؟ يعني والله أسعار البطيخ بشكل عام زي أي منتج، بداية يكون سعره عالي، والبطيخ بشكل عام مردودها الاقتصادي عالي. والرشات المحورية أنا يعني هي كانت البطيخ بداية البطيخ كانت على الجداول، ثم الليات البلاستيكية، ثم الرشات المحورية، وكان لها دور كبير في الاكتفاء الذاتي أو رفع نسبة الإنتاج. أيضا أنا أودي أذكر جميع المزارعين في أي مجال، هناك برنامج بوزارة البيئة والمياه والزراعة للمرشد الزراعي، أتمنى أن الجميع يشترك فيه، يجد إجابات شافية ووافية في أي وقت وعلى أي منتج. يعطيك العافية دكتور مرزوق الخنجر، شكرا لك على هذا اللقاء وهذا التوضيح. شكرا، الله يبارك فيك. شكرا لك، يعطيك العافية. نعم فيصل، هذا حديثنا كان حديثنا مع الدكتور مرزوق الخنجر المختص في مجال الزراعة. طبعا تحدث عن البطيخ وأنواع البطيخ وفائدة البطيخ، ولعل نذهب الآن ونتغدى وبعدين ناكل بطيخ يا فيصل. وكل الشكر لك وللزملاء والسادة المشاهدين. الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك زميلي نايف الفندي، أنت وضيفك الكريم.